مالك يا قلب امك؟ ايه اللي فيك؟ انت زعلانه عشان عامله تحاليل وتعبانه؟ انت مالك واخده الكورسات في الشم والبكم ولا ايه مالك؟ مالي زي الفل. قلت لي احكي لك حاجه، خدي الحكمه منها، خدي الحكمه والموعظه منها. احكي لك حاجه صغيره كده هتلخص لك كل اللي انت شفتها. قعدت فتره قبل ما اجيب ابني التالت ماشي، قبل ما اجيب ابني التالت الاخير ده قعدت فتره كده ركبي وجعاني ورجلي وجعاني مش قادره. كل ما اقول لحد ما كنتش كشفت لسه، كل ما اقول لحد يقول لي انت عندك الروماتيزم، اي حد يقول لي انت عندك الروماتيزم. انا سكيت قلت يا لهوي الروماتيزم ده بيموت سوا ولا ايه؟ ما كنتش اعرف بقى لسه. اروح للدكتور، ما تاخديش في كلام الناس، اروح للدكتور طلع فعلا عندي الروماتيزم ماشي، طلع عندي الروماتيزم. قمت قايله ان انا عندي الروماتيزم، ما خدتش العلاج. قعدوا يقولوا لي ايه ده انت لازم تاخدي ابره كل 15 يوم. لا ركزي معايا، ابره كل 15 يوم. قلت يا لهوي هجيب منين ابره كل 15 يوم؟ كنت ساعتها كان العيال قاطمين وسطي مصاريف. قلت هجيب منين ابره كل 15 يوم؟ والابره كانت ب 30 جنيه. لا مبلغ. الابره قلت لك ب 30 جنيه يا بنتي يا صح. طب انا هجيب منين ابره كل 15 يوم؟ قلت برضو ما تاخديش برضو بكلام الناس. رحت للدكتور قال لي لازم تاخدي ابره كل 15 يوم قال لي برضو لازم تاخدي ابره كل 15 يوم. ايه خدت الابره، الناس قالوا لي استمري عليها 7 سنين. انا مش هحكي عليها 7 سنين، دي قصه كفاح. انا بحكي لك دي قصه كفاح. هي كده ريحت قلب. اهم حاجه ما تاخديش في كلام الناس. قعدت عليها 7 سنين، قعدت عليها 7 سنين. قلت بقى ما مش هروح لدكاتره تاني، ما اللي هم قالوا الدكتور اسمع كلام الناس بقى. ايوه اروح لك للدكتور. وبعد ما خدت الابره 7 سنين، بعد 7 سنين اروح للدكتور كان مات. الله يرحمه. اتكل على الله، ابني مسك العقل. رحت له بالتحليل قلت له يا ابني انا كنت ماسكه مع ابوك ومتابعه معاه حالتي وركبي. الناس قالوا لي 1 2 3، ما سمعتش كلامهم. جيت لابوك قال لي 1 2 4. الناس قلت بقى مره اسمع كلام الناس، راح قايل لي وسمعت كلامهم في ايه يوم؟ قال لي يوم اتوضى النصيب الخير. قمت قايله له، قالوا له اقعدي عليها 7 ايام. كشف عليا قال لي الناس ودتك في كحية، ما كانش ينفع اقعد عليها 7 ايام 7 سنين. كانش ينفع اخد الابره 7 سنين، هي كانت شهرين. وحمش زي الشيلاتين كان هيرد في ركبي. الشيلاتين كان هيرد في ركبي يا صح. ده معناه ايه؟ مش عارفه ده معناه ايه طبعا صح والله ولا انا، بس انا ايه تحكيش بكلام الناس. رحت قست الدكتور ده وابنه وقلت طب انا هعمل ايه بقى؟ طب انا هعمل ايه؟ انا مش هاخد بكلام دكتور واحد. رحت للصيدليه، سبت الدكتور قلت بقى اخش للاقل حبه واشوف انت بتنامي مني. لا فوقت. دخلت للصيدليه قالت لي نفس الكلام. طب انا ايه بقى مش واثقه في كلام الصيدليه. رحت للدكتور مجدي رفعت، معرفش ده بتاع ايه بس رحت له، هو اسمه خطر في بالي. رحت له راحه نفسيه راحه نفسيه ريحت. خارجه من عنده عايزه اركب المراكيب خارجه من عنده عايزه اسمعني. دكتور روحي المجدي رفعت ده تخصص كل حاجه، تخصص داخلي وخارجي كل. خرجني رحت له قلت له يا ابني، كنت رايحه له بقى متمره خلاص. ما الدكاتره كلهم قالوا لي انت الروماتيزم عندك مش هتعيش، الروماتيزم خلاص طلع على المخ. كنتش عارفه ان الموتوسيكل بيموت. وما كنتش عارفه انه بيطلع على المخ. قالوا لي طلع على المخ. قلت يا لهوي اساليني بقى لي فتره ما بعرفش افكر. الروماتيزم مغطي على المخ. كنت رايحه الدكتور مجدي رفعت ده، الله يبارك له عمل لي نطره للنظر والله كانت عيني مش قادره، كانت عيني مش قادره. عمل لي نضاره للنظر وعمل لي تدبيس معده علشان كنت باكل كتير وكنت تخينه في الوقت ده. المهم ان هو عالجني مش من الروماتيزم، عالجني نفسي كانت متكمره، نفسي كانت متكمره يا اختي. قلت له ده انا الدكاتره لففوني لف، بس للكم قالوا لي ده الدكاتره، قلت له ده الدكاتره لفوني لف السنين.
لا ودوني الدكتور كذا وكذا وكذا، ودوني الصيدلية والناس يقولوا لي واعمل بكلام الناس والدكاترة لحد ما جيت لك جثة هامدة كده يا دكتور. عمل لي بقى قيسي نضارة للنظر، قيسي تدبيس معدة، قيسي تجديد عظم، ردهولي شدني كده بقى يرد، نجدني نجدني. روح المجد رفع. سيبك من كلام الدكاترة والناس، سيبك من كلام الدكاترة والناس. اسأل مجرب، اسأل مجرب. لحد دلوقتي ما عرفناش هي كان عندها ايه، أنا كنت بس ماشية، اسمعي كلام. أنا كنت ماشية في كل ده، أنا كنت ضايعة، كنت ضايعة. اللي انت فيه ده نفس، ده نفس والله العظيم. هتجيب التحاليل النهارده هتلاقيه، هو تيجي المجد رفع. التحاليل دي عشان العملية. ما انا بتكلم عشان كده العمليه بتاعت العمليه مش البوتنشال. انا بتكلم عشان كده العمليه دي كمان. اسمعي مني، ده نفس. روح الدكتور نفس، روح المجدي رفعت. قلت مجدي رفعت في الاول، روح المجدي رفعت. ده هيعالجك من كله، هيردك على البيت، هيعملك اعاده تشوير. عارفه بيسخن عارفه اللي هو بيمسكوا غشيان ويقعدوا يدوا ده. نجدني بامانه ربنا. روح المجدي رفعت، وان شاء الله مفيش عمليات هتحصل. عمليه احنا هنخيب ولا ايه؟ هنخيب ولا ايه؟ احنا من ايام الزمن الجميل، احنا هنحصل ايام الست البلد اللي بتتسيح وتتحط على حلاوه. فاكره؟ يا لهوي بقى مش قادره اقول لك على الحلاوه بالقشطه على طعمها. يا ريت حته الحلاوه قصه عليها حته القشطه او حته الزبده. حوار انت بتضحكيش ليه؟ مالك زعلانه من ايه؟ اللي يشوفك يزعل. سيبيها على الله، سيبيها على الله والله العظيم. لو قعدنا نفكر تفكير بيطلع من والله العظيم. انا عيالي كانوا هيضيعوا، كنت انا اللي هضيع منه. جبت الواد التالت ده وصحتي ضاعت. قلت خلاص بقى، قلت مش هخلف تاني. خرجت من عند الدكتور لقيت نفسي حامل. في لحظة وصلت الدكتور في داهية. لا خلقت عند الدكتور الله يسامحهم. عملت الواد الرابع بول لبني. قلت يا لهوي، قعدت افكر كده قلت يجي برزقه، يجي برزقه. جه اللي الدكتور منجدني فيه خده ونزل. التنجيد استنى، العلاج اللي عالجهولي تعبته تاني بعد ما ولدت. قلت يا لهوي طب هعمل ايه بقى؟ رحت المجدي رفعت. رحت المجدي رفعت، رجعني شابة 19 سنة، رجعني شابة 19 سنة. روح المجدي رفعت، روح المجدي رفعت موجود. بس استني، هو ممكن يكون الكلام ده من 5-6 سنين، هو ممكن يكون اتكل على الله. الخلفاء بقى، روح للخلفاء. بس مش عارفه بصراحه يبقوا بنفس الجداره ولا لا. راح بنفس المقولات حاجه غلط. المغزى بقى من كل الحوار ده ايه؟ والله ما اعرف. اللي حبيت احكي لك حكايتي وانت تحكوا ببعض وتاخدي العبره الصالحه والموعظه الحسنه. بس كده. خدتي ايه وصلتي لايه بقى من الحوار ده كله؟ وصلتي لايه؟ عايزة انام. اسكتي، ده انا امبارح عملت عامله صوت. انتوا كنتوا كده، كنت في المستشفى. هي تقعد تخرج من حوار ده تخش في حوار. القلب ممكن كنت في المستشفى أو كنت جعانه انا بقى كامل الامتحان مهبطه. ما ينفعش رد. كنت جعانه قمت قالت تقص 3 بيضات في بعض، تقصهم على البوتاجاز وسبت. حضرت لي طبق بشارية مدهمنيني، بسارية وبيض مخليني سوري ده. بص حتى بص مناخيري شطة ومكلومة، سايبة ومكلومة. المعزة مننا انك ما تاكليش سمك مع بيض ابدا. ده المعزة اللي احنا لقيناها. وفي حاجة بقى، في حاجة يا لهوي خوفتني. امبارح كنت عايزة اسيب البيت واروح عند خالتي اللي في البلوك معانا. ايه اللي حصل بقى؟ البيض انا كان من كتر انا بدأت اخبط عشان الرف مليان بيض، كان في بيضتين حطاهم انا فوق الوش كده. فانا خدت البيضتين دول. يا لهوي انا بقول للبيض احنا كده هنتحسد. احنا كده هنتحسد عندنا بيض. مش مشكلة، احنا مش جايين قدام اصلا. لقيت بيضتين فوق الوش خدتهم. طب ما انتي جعانة يا خوخ هتعملي ايه؟ خدت بيضة تالتة. اذا الرف نقص بيضة.
ابص لك في الرف جاي اخد الرابعه الاقي لك الرف كامل. يا لهوي ايه اللي حصل؟ هو ربنا ماشي مبارك لنا في حاجاتنا بس مش كده. البداية مش هتفكس. حمرتلك بقى 3 رغيفة قمرتهم على البوتاجاز كده، ما كنتش جبت صابح لسه. وكان امي كان الله يبارك لها محضرة طبق بشاميل. انتوا زهقتوا مني؟ زهقتوا من الكلام معايا؟ تنامي يا قلب امك. انتوا جايين من المستشفى امبارح صح؟ يا عيني هتجيبوا التحاليل امتى؟ ان شاء الله. انا برضه من ناحيتي، انا من جوايا قبل ما تقولي الكلمة دي اروح الاقي مصيبة. انا من جوايا برد من ناحيتك. اسمعي مني، انا لو تقول لي انا باردة من ناحيتك نزلت اتصدمت وجيت. انا لو شفنا من ناحيتك ما كنتش هطمنك، ما كنتش هحكي لك السيناريو ده كله ابدا. والى هنا نكتفي. وايه الحكمه اللي انتوا خدتوها او ادوهاني؟ عشان انا مش عارفه ايه الحكمه اللي انتوا خدتوها والموضوع الحمد لله مات.